بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. حكايتنا النهارده مع قديس عظيم اسمه ابونا سمعان الاخميمي. ولد قديسنا العظيم ده في الربع الاخير من القرن الثالث الميلادي من ابوين بارين بيحبوا ربنا من كل قلبهم، وكان نفسهم ربنا يلهمهم بطفل جميل، وقعدوا يصلوا كتير، وفي الاخر ربنا استجاب لصلاتهم وجابوا هذا القديس العظيم وسموه سمعان. وعشان كلمة سمعان معناها مستمع، علشان ربنا سمع صلاتهم وقبل طلبتهم واداهم الطفل ده. وكبر قديسنا العظيم وكان بيميل لحياة الهدوء والوحدة، وفكر الرهبنة كان دايما في قلبه، فكرس نفسه من صغره وراح جبل إخميم وترهبن هناك. وهو كمان من أولاد الأنبا توماس السائح، وربنا كان مديله موهبة إخراج الشياطين وشفاء المرضى، وعمل معجزات كتير وفضائل أكتر وإرشاداته لكل الناس بالصلاة دايما. وكان في عصر الملك دقلديانوس اللي كان بيعذب المسيحيين وينشر منشورات ضدهم، وكان في آباء كتير معاه من ضمن الاضطهادات، وكان دايما بيقويهم. وبدأ عصر الاستشهاد، وكان من ضمن الرهبان 24 شهيد، وكان بيتمنى يستشهد زيهم. فعلا قبض عليه الملك واستشهد، واتجلد واتعذب بجلادات السياط والهمبازين، وفي الآخر نال إكليل الشهادة بقطع راسه في الأول من شهر طوبة 304 ميلادي وسط تسابيح الملائكة والشهداء والقديسين. وكان في وقته قداسة البابا بطرس ال17 الملقب بخاتم الشهداء. وفي سنة 1997 وصل جسد القديس سمعان جزء من رفاته إلى كنيسة القديسة العذراء مريم بالمنوفية. حصل من جسده معجزات وشفاء للمرضى وإخراج للشياطين. بركة شفاعته وصلاته قدام ربنا تكون معاكم ومعانا آمين. وما تنسوش تشاركوا معايا في قناة نور القديسين يفرح. ربنا دايما يفرح قلبكم بكل غالي، ويا رب عيد سعيد عليكم وسنة أسعد عليكم، وكل اللي ليه أمنية تتحقق بشفاعة القديسين والشهداء والأبرار والملائكة. ودايما شفاعة القديسين تكون معاكم ومعانا امين. واذكرونا دايما يا رب في صلواتكم، وسنة سعيدة عليكم دايما يا رب.